أنا أروح الكنيسة إزاي وأنا بشوف كهنة وخدام بيغلطوا؟ أهلا بيكم في برنامج كشف الشكوك. طب أروح الكنيسة ليه لو فيها ناس بتغلط؟ أول حاجة لازم نفتكرها إن الكنيسة مش مكان للقديسين بس، دي مستشفى للخطاة. الكنيسة مش الجنة، الكنيسة هي السلم اللي بيننا وبين السماء، وكلنا بنقع على السلم ده، سواء خادم، كاهن، أو حتى أسقف. تعال نبدأ من الإنجيل. في متى 23 المسيح له المجد بنفسه قال عن الكتبة والفريسيين اللي هم وقتها كانوا قادة الدين والكهنة: كل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوا وافعلوا، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يعني المسيح بيقول لك لو الكاهن أو الخادم بيعلمك الصح، اسمع كلامه واعمله، حتى لو هو نفسه مش بيطبقه، لأن الكلام من ربنا مش من الشخص نفسه. طب أنا ممكن أتشكك كده؟ أيوة، بص كده على القديس يهوذا، كان واحد من 12 تلميذ، وشاف المسيح وسمع تعليمه، ومع كده باعه. هل باقي التلاميذ سابوا المسيح؟ لا، بالعكس كملوا معاه. يعني وجود شخص غلطان وسط مجموعة صح مش معناه ان المجموعة كلها وحشة، ولا معناه ان عشان واحد من التلاميذ غلط فالمسيح يبقى غلطان. طب اروح الكنيسة ليه لو فيها ناس بتغلط؟ انت مش رايح للناس، انت رايح للمسيح. الكنيسة بيت ربنا، مش بيت الكاهن ولا بيت الخادم. زي ما بتدخل المستشفى عشان الدكتور بيعالجك، حتى لو كان الدكتور مش كويس مش هتبطل تتعالج، صح؟ المسبح طاهر حتى لو الكاهن خاطئ، لأن النعمة اللي فيه جاية من الروح القدس مش من الكاهن. الكاهن أداة، لكن القوة من ربنا. لو هتبص على الناس عمرك ما هتشوف المسيح، لكن لو بصيت على المسيح ساعتها هتتعلم تسامح وتحب وتصلي للناس دي. المسيحية بتقولك من كان منكم بلا خطية فليرجمها أولا بحجر. يعني ببساطة كلنا بنغلط، ولو كل واحد فينا هيحكم على غيره محدش هيقرب لربنا. طيب نعمل ايه لما نشوف خادم أو كاهن بيغلط؟ نصلي له بجد، لأن عليه مسؤولية كبيرة. ما نتكلمش عليه بالسوء، لأن دي نميمة، وهنبقى احنا كمان بنغلط. وما نخلطش بين ربنا والناس اللي بتمثله. الناس ممكن تقع، لكن ربنا ما بيقعش. وأخيرا سيبك من اللي بيغلط وركز على اللي مات على الصليب علشانك. روح الكنيسة عشان تقابل المسيح مش الكاهن. خليك زكى، رغم ان كل الناس شافته خاطي، المسيح شاف جواه قلب بيدور على التوبة. بمعنى ان احنا ملناش دعوة بأعمالهم، لكن لينا دعوة بالتعليم بتاعت المسيح اللي بيقولوها. هستنى أراكم وتعليقاتكم وأي سؤال حابين نتكلم عنه. كان معاكم ريمو مجدي من برنامج كشف الشكوك، كل يوم حد الساعة 7 على راديو دوجما.